اول حاجه بنضف سمكه السلمون تنظيفه كويسه، واشيل منها الشوك طبعا، واخليها وافليها، واعملها كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده، قطع رقيقه ومربعه بالشكل ده كده، حلوه وزي الفل قوي. ليه العمليه ديت بقى؟ عشان ان شاء الله باذن الله عايزين نعمله محشي سلمون. محشي، طب اسهل حاجه نحشي بيها السلمون هي ايه؟ والافضل طبعا الجمبري البلدي. يعني كل تقطيعة سلمون من دي كده هنحط لها عود جمبري. تعالوا مع بعض كده نشوف التتبيلة ايه. طبعا السلمون ما بحبش توابل كتير، هي الليمون، زيت الزيتون، ملح، كمون، شوية فلفل اسمر صغيرين، وطبعا بنتبله كده، ممكن شوية توم، نضرب كل ده في الخلاط ونرش التتبيلة على رئات السلمون اللي قدام حضراتكم دي، ونروح نجيب بقى شوية زبدة ونسيحهم على النار، ونحط شوية توم، على ما يقربوا كده يسخنوا في الزبدة انزل عليهم بالجمبري، اشوحه تشويحة كده، واخده بقى احطه في الايه، في السلمون على شكل صوابع حلوة كده. يبقى هنا بلف كل قطعة سلمون فيها عود جمبري، وادخله الفرن يا جماعة في الصينية، بعد ما احط شوية خلطة طبعا في الصينية عشان خاطر تدي شكل حلو. فلفل الوان مثلا، بصل، الحاجات اللي موجودة بنرص عليها صوابع سلمون المحشي بالجمبري ورشة زبدة، ويخش الفرن هيطلع ريحته روعة. بنحط عليه طبعا صوص الكريمة بتاعنا الحلو، وده طبعا المكرونة بالبشاميل، في فيديو طبعا موجود والطريقة بتاعتها موجودة على اليوتيوب، هتعرفوا بتتعمل ازاي بالجمبري. اما لو عندنا فيليه قشر بياض او وقار او بلط او باسة عايزين نعمله محشي، ده ليه خلطة مخصوص بالسيبيا والجمبري والدقيق والكاري والخضرة والجزر والحاجات الحلوة دي كلها. الفيديو هتلاقوه طبعا في اول تعليق، لو دخلتوا عليه ان شاء الله هتعملوا احلى واجمل فيليه محشي بعد ما تسمعوا الفيديو. لو بتشوفوني من على اليوتيوب هتلاقوه في صندوق الوصف. اما لو الفيس يا جماعة شاركوا الفيديو وصلوا على النبي واعملوا لي لايك، ومنتظر تعليقاتكم الحلوة. طبق سلمون بالكريمة. سلام عليكم.